في الحفل ديال التتويجات المجهودات ديالهم كذلك. شكرا سيدي عبد الله. فهي يومين من الرياضة كاملة انفتحت من خلال هيئة المحامي بطنجة على ساكنة طنجة، على باقي المهن القضائية من كتابة ضبط، من قضاة، من نيابة عامة، من شرطة، من جميع الفاعلين في منظومة العدالة. شعار كبير هو 100 سنة من الرياضة، وهي 100 سنة من التأسيس. أسست هيئة المحامي بطنجة سنة 1924 ونحن في 2024 ولا زلنا نطرح الأسئلة الكبرى، وعلى رأسها خدمة العدالة وخدمة الوطن. سباق العدالة هو سمي وأطلق عليه هذا الاسم بالقصد المزيد من الانفتاح على المواطن الذي يبغي العدالة والذي يعني يطلب العدالة. فأردنا أيضا الخروج على الطابع النمطي لمهنة المحاماة، وهي مهنة على كل حال منغلقة شيء ما، ولكن هي وسيلة ونافذة من خلالها يعني نلتحم بالساكنة وبالمحيط الطبيعي للممارسة المهنية. الأمس كانت هناك دوريات لكرة القدم، دورة الشطرنج، كرة السلة والكثير من الرياضات الأخرى. اليوم كذلك اخترنا يومين كاملين من أجل هذه الفقرة الرياضية، وبما فيها من إيحاء وتركيز المحامي أيضا على العقل السليم في الجسم السليم، وهي أمور كلها نعتقد بأنها قد بلغت مراميها وبلغت معانيها وحققت أهدافها من خلال هذا السباق الكبير الذي حجت إليه ساكنة مدينة طنجة، وكذلك باقي هيئات المحامين بالمغرب الذين شاركونا والتحموا معنا في خلال هذا العرس الرياضي والذي نتمنى له الدوام. هو فقط في دورته الأولى، سيأتي الآتي إن شاء الله، وهذه الدورة سيكون لها ما بعدها، وأتمنى التوفيق لنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار احتفالية هيئة المحامين بطنجة بالذكرى المئوية لتأسيسها، ارتأت هيئة المحامين بطنجة أن تنظم عدة أنشطة. من بين هذه الأنشطة هناك أنشطة رياضية. البارحة كانت هناك أنشطة كرة القدم بين قيادمة هيئة المحامين بطنجة، بالإضافة في مواجهة قدماء هيئة المحامين بالقنيطرة. كذلك شهدت كرة السلة بين محاميات هيئة المحامين بطنجة في مواجهة محامية هيئة تطوان. كما تم تنظيم مقابلة في الشطرنج بين منتخبين، منتخب هيئة المحامين بطنجة في مواجهة منتخب هيئة المحامين بتطوان. هذا الزخم ديال الأنشطة يعني سوف يختتم فيما يخص المجال الرياضي يومه من خلال هذا السباق ديال 10 كيلومتر. هذا السباق هو مفتوح في وجه المنتسبين لقطاع العدالة. بالإضافة إلى ذلك ارتأينا أن يكون مفتوحا في مواجهة باقي الأطراف، يعني باقي المواطنين، وذلك حتى نرسل رسالة مفادها بأن هيئة المحامين وبأن المحامون هم منفتحون على المجتمع المدني، وحتى نكسر ذلك التصور النمطي التي يحملها المجتمع على المحامي بأنه يكتفي بمكتبه وبالتواجد في ردات المحاكم. نحن نتمنى أن يلقى هذا السباق استحسان المشاركين. سوف نحاول أن يكون تقليدا سنويا، وذلك حتى ننفتح على المجتمع المدني، خصوصا وأن المحاماة ليست في معزل عن هذا المجتمع، بل هي نبض له. وسوف نستمر إن شاء الله في الدورات المقبلة، وسوف تشهد الدورة المقبلة نجاحا أكثر مما رأيتموه في هذه الدورة إن شاء الله. سعيد اليوم التواجد ديالي في هذا الحدث الرياضي البارز اللي نظمته هيئة المحامين بطنجة بمناسبة الذكرى المئوية ديال على تأسيس هيئة المحامين بطنجة. هذا الحدث المميز كان لي الشرف أنني نفوز بالنسخة الأولى ديالو بمشاركة أجود رياضيي وعدائي الهيئات بالمغرب، خصوصا أخص بالذكر زميل من هيئة مراكش وزميل من هيئة الرباط.
طبعا باقي الزملاء من الهيئه ديال طنجه هما كان عندهم مستوى مميز. الحمد لله كنت موفق وفضل الله سبحانه وتعالى ان هذا الشرف ديال هذه النسخه انني نتوج به ونفوز به. وكان طبعا كنتوجه بالشكر للهيئه ديالنا ديال المحامون اللي دخلت هذا الحدث الى جانب مجموعه الانشطه الاخرى اللي الرياضيه والثقافيه والقانونيه. كذلك كان خاص بالذكر حتى المنابر الاعلاميه اللي كان عندها حضور مميز هذا في التغطيه ديال هذا الحدث، واللي عطات واحد الرمزيه لهذا الحدث المميز اللي ما كيكونش ديما وما غاديش يتعاود يعني سنويا. يمكن تعاود النسخه، ولكن بالنسبه للذكرى المئويه راه كتكون على راس 100 عام، يعني على راس كل قرن. وتحيه والتقدير للجميع. شكرا جزيلا.